بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 45 من دروس شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. سيكون بضد باب ما جاء في أم القرآن. أول سؤال يطرح: ذا شو أم القرآن؟ هي سورة الفاتحة. السؤال: أيغر اسميس أم القرآن؟ أيغر اسميس أم القرآن؟ مثل هذا المصحف أول سورة تقرأ هي سورة الفاتحة. تمزول في الترتيب المصحفي، ماشي في النزول. النزول ماشي ذي نساتي دين زين تمزواروث. الآية الأولى سنتياك اقرأ باسم ربك، الآية الأولى. وآخر آية أنزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة الآية 281، بقرة الساعة 286. إذن جواب: سميت بأم القرآن خاطر هي أول القرآن، مثل تحط يعني في الترتيب المصحفي. أرنثت اجتهاد واحد آخر. أم القرآن يعني كما حسب أم القرآن، ما هي مقدمة القرآن، في مقدمة القرآن، هذا هو المقصود. وكي تقول ذا أم القرآن معناه لأنها تأم القرآن. شو المعنى يس؟ مش نسمي الإمام، أي غير نقرأ الإمام لأنه في المقدمة يأم الناس. وقال يزولنا وكذا الإمام اسم المأمومون. الإمام بدأ في المقدمة اسم الإمام لأنه يأم الناس، يأم. لذلك سميت بأم القرآن سمزورث. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أشو دينا الذي خرجه الإمام البخاري: أم القرآن أرسل تفهم ذا شوز هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن ثاني فينا غير النبي عليه الصلاة والسلام باللي هي السبع المثاني. طيب، ما معنى السبع المثاني؟ معناه 7 آيات اتفاقا بالإجماع. أشحال آيات قل إثساء سورة الفاتحة؟ 7 آيات. اتفق العلماء إجماعا على أن عدد آيات سورة الفاتحة 7 آيات، وإن اختلفوا في التعيين. الرسالة وصلت. ثورة أنفذوا أدنفك بعض الأسماء قبل نغال السبع مثلا. إذن القرآن الفاتحة اسمس فاتحة الكتاب، الفاتحة. اسم وايض اسميس السبع المثاني. السبع المثاني، يلا هذا نشرح ما معنى السبع. معنى 7 آيات. والمثاني شو المعنى المثاني؟ معناتها سميت بالمثاني لأنه فيها ثناء على الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فيها ثناء على الله. وجي التفسير الأول إلى التفسير الثاني. سميت بالسبع، إذن سميت بالسبع المثاني إما للثناء على الله، السورة تحمل ثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. المعنى الثاني للسبع المثاني لأنها تثنى بصورة أخرى من سورة المغرب. نغرد سورة الفاتحة زائد سورة، أليس كذلك؟ تثنى بصورة أخرى في الركعات، يعني في الركعتين الأوليين سنة مزورة، ركعتين مزورة في السنة أدغض الفاتحة واسترنوض تثنيها بصورة أخرى. وقال المعنى الثاني. المعنى الثالث: كلمة المثاني
لأنها تثنى، لأنها تعاد في كل ركعة، تعاد في كل ركعة. هل ترى نزل ركعة بدون فاتحة؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تعاد تغال ذم كل ركعة، لذلك سميت بالمثاني. حتى نسعى ثلاثة المعاني. المعاني ثلاثة يصحن فرد نغال يسمون سورة الفاتحة أشحال قسمون الساعة صفحة ديني الفاتحة ذسمس، أم الكتاب ذسمس، أم القرآن ذسمس، السبع المثاني ذسمس أرنثيثور، الشافية ذسمس، الكافية ذسمس أرنثت، الوافية ذسمس، الحمد ذسمس، الكنز ذسمس، الأساس ذسمس، الصلاة ذسمس. تصق اسمه نساء ثقي سورة الفاتحة. ثورة أنفذو الحديث أمزورو بوسا يعني في باب ما جاء في أم القرآن. رقم الحديث 183. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مرسل لأن أبا سعيد ليس صحابيا، خاطر لو كان صحابي بدنا نقرأ حديث مرسل، وسيأتي البيان لهذه المسائل الحديثية في الوقت المناسب. الحديث المرسل، ولكن هذه الأحاديث أحاديث الموطأ وصلها العلماء. ممن وصلوها الإمام القطب ابن عبد البر الأندلسي القرطبي الأندلسي صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار. لذلك هذا الحديث خرجه إسعاد طرق النظم الأئمة النظم، مثل الإمام النسائي يوسف هذا الحديث هكي، الإمام أحمد يوسف هذا الحديث هكي. إذن فهو حديث صحيح نساق ذلك عادي. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي. أبي بن كعب إليه ظل في الجامع، والنبي صلى الله عليه وسلم ناداه يسولس اسم دينية ونا مشا كتسوض وين يتظلم معناتها تسوش عليه وين يتظلم والسولة. ولكن الحديث هاكي أغدقار يجوز أتسولض وين يتظلم، ولكن بشرط أن يكون الأمر أمر مهم لا يقبل التأجيل. مثلا شاد زلال إما ولاني روح نتفغن لقد فغن شاد زلال أكينين الفلاني ثساروت بخامة سنة مكان الفلاني عادي نورمال. ماشي لقد تلك الخبارات يعني السيلي ديال الخام القيمة ترونكيل كاينين الف زلطة كاين الفاني والسيارة ثوره مثل كيف تظليت أود الفصل رنيس البطاطا كزروديا ما ينفعش والخدمة لا شغلاكي خاطرك تصلي. نهضرت في موضوع الصلاة والخشوع وكذا فيما سبق، أمشي ولا قارن نشوش ولا قارن نشوش في المصلي ولو بتلاوة القرآن. يا أخي نشرح هذه الأحاديث نيادان ميمس القرآن الكريم يظل يون وقارئ القرآن تشوش عليه خاطئ. ولكن ميل الأمر لا يحتمل التأجيل. إلى قد في ضيوف المعلومة خبر فالحرج مرفوع، فهذا أمر يجوز بدليل النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا الدقة في الموطأ،
سي دي ديتاي تيمشطح إلا ثنتيد إنك نادى في الحديث نادى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب يستوي سي أبي ويناد وهو يصلي معني بجد وهو يصلي يصلى في حال صلاة وذاكي المصلي ما إلا يساوي لك ديون إنك لا تجيبه بالكلام ولكن أجيبه بالإشارة كأن تفعل هكذا إشارة باللي أثنفهمك باباك يماك نغمك تساولا لكن قال الفلانية أنت سالتك مكان الفلاني خذ مساك إشارة يفهم خاطر كان جاوب السؤال الصلاة باطلة تبطل الصلاة. إذن استخرجنا حكما فقهيا دقيقا من خلال هذا الحديث في بداية الحديث مازال ما وصلناش أي رأس يستوي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من صلاته لحقه يعني أسمي يفكس الظليث لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده يعني أبي بن كعب يبضغ النبي عليه الصلاة والسلام يبضغ الغرس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم انسان تيد تفنس قفوس وثقي من الذوق والأدب أن الكبير هذه طفافوس مشطوح ميم ثورة ميم الطاقة الإيجابية أتطفض فوس مشطوح أماكن للتأنيس أماكن تتكذ سلامان ثوانصت ذي القيمة ذي الود ذي الحمالة تفض سكفوس هكا أكيس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله ذاك النبي عليه الصلاة والسلام يهضرني أبي إناس قبلت فغسي الجامع إناس أكيد خبرة سيوثنت سورة حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة وتدي نزل الذي التوراة ولا في الإنجيل ولا ذي الإنجيل التوراة في سيدنا موسى الإنجيل في سيدنا عيسى ولا في القرآن مثلها إنيس النبي عليه الصلاة والسلام إنيس قبلت في الجامعة كي تخبر سيوثنت سورة وتدي نزيل ربي سبحانه لا ذي التوراة ولا ذي الإنجيل ولا ذي القرآن وستعرف تمثيلت قل كان الصيغة ياكي باش غتفقن ذا شو السوا ذا شو ذي القيمة من سورة الفاتحة وذي الرواية نظن لأبي هريرة إن ولا في الزبور ولا في القرآن معنى لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن كيرد بهم الزبور دي نزل في سيدنا داود وتساقيد الفايدة مرد نجمع روايات الحديث باش تكتمل الصورة غدفان لذلك الحكم الفقهي لا يستنبط لا يستخرج إلا بهذا المنهج وعلى رأس هذا المنهج هو تجميع النصوص المتعلقة بالموضوع ذاته نظام ديون واس طبعا قياس مع فارق أمي ولنا جيرون أدي جف ذاك لي التكست القانون باش هادي السفغ تعليمه إلا يكون التكست قديم ذا جديد وكذا إلى آخره وقيل دوكرا وقيل القانون وقيل لا لوا وقيل كذا أدي السفغ أمشي يدي السفغ لو جيرون الديريكتور كذا يجمع ذاك لي التكست وقيل من ذي القانون لك تفضل كيف في الارتيكل إذا قد تداوي ذاك لي زارتيكل ظل ذي الشرع النغ ولزم يضرب السفغ ذي والحكم أنا بدي بيضاك النصوص لي تكست نصوص يقلان ذي القرآن يقلان ذي السنة وقد ذكرنا هذا مرارا فيما سبق. ومن بعد ذي شوت قال أبي يعني أبي نيسن في الصلاة والسلام يعني طبعا هذا يتعجب صورة ساقيك ساعة يوكا الزلماقي
فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ذغا ليلحو ستاويليس ولي فغا في ديا في فار برا أي غير إن رجاء ذلك باش يعني أذي يوضع الهدف ينس أذي يفك فرصة النبي عليه الصلاة والسلام باش يفك باش تصور ساكي. ثم قلت بعد الناس يا رسول الله الصورة التي وعدتني مباشرة ذا شوت يعني شوت الصورة قيد وعظ قال ذاكي العلماء استنبطوا حكما آخر إن جواز التذكير تسمكتير ماشي ذا كونداني ميون ميلا بالك يدفكون الوعد يتسو إفكاد الوعد يتسو إذا قرأت كونداني غير قرص قبائس الدرجة الغايب حجته معه أرتوالي وزيضا شو السبع لا ندري لذلك كاين يكون خدمي الدوني ثنا لي رونديفونا المواعيدنا نقار إن شاء الله وربي القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله خاطر كل شيء كفص ربي يزم هذه يفور هذه يوذفل استقضيون الساعة من بعد طفيت وذفل داين بري فغار ربي تسميلم طفيت لهوى يتسو يموت بالك هذه مثل سين لا ندري خاطر كل شيء كفص ربي قال نكوني نربط ذلك بمشيئته المشيئة ننسى ربي سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين الآية 82 من بعد إناس يا رسول الله الصورة التي وعدتني قال إذا أصبت السلام من ياس أبي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة استقساف وتقدر منهجية التعليم لا ميثودولوجي إناس أمشي ثقارض مرة تفضو تظليت قال فقرأت أبي مباشرة بذلك الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها يعني غرداك سورة الفاتحة المدينة ولا الضالين بعدين آمين وجد الحديث وجد معنى آمين معنى استجب وليس آية آمين معنى استجب وجد النبي صلى الله عليه وسلم هدينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الصورة ساقيت صورة صافي النبي عليه الصلاة والسلام يخدم أسلوب التشويق باش الدياتيري يعني يزرب لي سنيت سورة الفاتحة يننواذ أبي من كبار الصحابة القراء أبي بن كعب عليه الصلاة والسلام يزرب لي سنيت ولكن لفت الانتباه إلى أهمية هذه الصورة باش سيني تشب زال إسعى إنس هي هذه الصورة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكمل ثورة حديث واحد حديث رقم 184 وحدثني عن مالك عن أبي نعيم المدينة أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جابر سلاسي جابر شو دي قال من صلى ركعة ونظم ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. المراد لا تجب الإمام مالك سيوضح هذه بالتفصيل بالأحاديث القادمة صلاة يعني قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم إذا صلى وراء الإمام ما يليوني الزول ذفير الشيخ ذفير الإمام ماشي ذي الواجب هذه غير سورة الفاتحة ماشي ذي الواجب بدليل لو كان دياسيون أديا في الشيخ كان يركع ذي الركوع يكبر ثم يركع مع الإمام وتعد ركعة أستحسب الركعة فأفضل ياك أدا صد أدا فضل الشيخين أدا الله أكبر غير الركوع ورد غريض لا سورة الفاتحة ولا آية من القرآن تكبر تلحق الشيخ ذي الركوع أدين سبحان ربي العظيم 3
سمع الله بعد الشيخ غادي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حس في الركعه وكتف ثرى اقلا كيد قضعض ديوث الركعه تلحق ديوث الركعه. فرنشم ذي باب اسمه الامام باب القراءه خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءه. من بعد يسد الباب النظام باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. العنوانان يبينان موقف الإمام مالك في مذهبه. وقد ثورة نسري التفاصيل إفكاس العنوان ثورة الحديث رقم 185. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة صفي التابعية جنجرو يسليس أبا هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. إن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا هذا الحديث العظيم ويأخذ يبيد أبو هريرة أشهد النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وين راهي غرام أي ظل فظل ودي غرارة سورة الفاتحة يعني أم القرآن. ما معنى خداج؟ معناه صلاة ناقصة ناقصة ناقصة. ذاك شرا نفهم. هل ترى نفهم باللي باطلة؟ خاطئ. خطر اسميس صلاة مازال ساعة وصف الصلاة ولو لم يقرأ في سورة الفاتحة ليفتح المجال للتدقيق الفقهي للاختلاف الفقهي، والاختلاف الفقهي مشروع عند حصول موجباته. ذا النقص يعني أدرنوا الحديث اللي درنا اليولي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعض العلماء فهموا بأنه لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، وبعض العلماء قالوا بأنه لا صلاة كاملة. شوف الدقة والعمق نمشي تجفذن الأحكام الفقهية. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة كاملة، يعني ثنك ما لا ذي لاجر تظل ثني. معنى المفهوم يتفق مع هذا الحديث حديث أبي هريرة. لأنه قال العلماء فهم لا صلاة صحيحة أي لا تصح الصلاة أصلا مدغرة سورة الفاتحة اللي هي أم الكتاب اللي هي أم القرآن. فقلت يا أبا هريرة يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام ثكوال الظل غفر الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. خطوة كذا فارسي إناس أبو هريرة إناس أغريتيد يارك ديماني فإني باش تنالوا فضلها باش تسوض الفضل ينس. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقلت كملت رأى أبو هريرة الحديث النظر يقول الله تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى وكذب عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين افضل الصلاة ذاك يكون بالنيغ من أسماء الفاتحة الصلاة. أخي السلام أسماء الفاتحة هي الكافية هي الوافية هي الكنز هي الأساس هي الصلاة. ويغدينا وقيل المفهوم أنا كمل الحديث نفهم وقيل المقصود. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صوت الفاتحة نصفين فنصفها لي يعني لله ما يتعلق بتحميد الله والثناء عليه وإلى تمجيده،
ونصفها لعبدي، النصف الثاني للعبد، وكلنا لله عبد، بمعنى فيها افتقار، فيها معنى الافتقار، معنى السؤال، معنى التضرع. ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، أين السثر لعبدي رب ثدي قبلك يعني بوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد الديني الحمد لله رب العالمين. أكيد نقرأ بداية الفاتحة. ربي سبحانه دين تقاسيني، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، العبدي يحمدي يعني نحمد ربي سبحانه. ويقول العبد الرحمن الرحيم، الدين الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي، يعني نشكر ربي سبحانه عز وجل ونثني في اللاس للمعاني يكسع ربي سبحانه، وهي من صفاته العلى الرحمة، الرحمة بلا حدود. وبعدين ويقول العبد مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، نغذي ورش مالك يوم الدين. دقيقة غذي القراءات زرام لما مالك يوم الدين، تلقى حفص مالك يوم الدين. ورش القراءة أنه يكون دي غريون مالك يوم الدين أيضا صحيح. طيب مسيني مالك يوم الدين. يقول الله دين رب سبحانه: مجدني عبدي، يعني عظمني عبدي، التمجيد تعظيم الله عز وجل. يقول العبد، يعني العبد ما دي غراك سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا انت يبدأ. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. مري زوير ومذان ديني إياك نعبد وإياك نستعين. المراد هنا إياك بمعنى على سبيل الاختصاص، على سبيل الحصر. ودينا نعبدك، نعبد إياك، يزور ذي إياك، قدم إياك بصيغة الحصر والاختصاص، يعني لا نعبد غيره سوى انت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الآية سورة البقرة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات كثيرة في هذا الباب. إناس ولعبدي ما سأل، أين السثر لعبدي وثقبله. لذلك يمكن منك سورة الفاتحة يعني آمين. آمين معناه استجب، ليست آية من القرآن. استجب معناه آمين معناه استجب. ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. الستر بالهداية، أفريد المستقيم، أفريد السلاك. وربنا وأن هذا في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد شو دينا رب سبحانه ذاكي إناد شو دين الحديث: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نصف مزورو رب سبحانه عز وجل ذينا ننادى الثناء عليه وتمجيد الله وتعظيم الله إلى آخره. ما يلاظ النفس والسين لنا لعباد الله للعبد، وفيها معاني الافتقار ومعاني السؤال ومعاني التضرع. ولكن داقي مدينة هدينا الصراط المستقيم أفري داقي يستقي من ربي سبحانه صراط الذين أنعمت عليهم. أنوى الذين أنعم الله عليهم. السؤال: من هم هؤلاء؟ أنوى داقي أنعم الله عليهم، من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء الآية 69. القرآن يشرح بعضه بعضا. الذين أنعمت الله عليهم ونزرار غنمو كذاك ويغثني دينان ربي سبحانه ذنتسا إثني دينان هاثني الصناف. الآية سلامات سورة الآية 69 من سورة النساء: من النبيين الأنبياء والصديقين الصنف والسين والشهداء الصنف والثلاثة والصالحين الصنف والأربعة. يختم ربي بقوله: وحسن أولئك رفيقا. أما السعد بمذان يسعان وكذاكي ذي مدوكاليس هذه الدو يدسن أغيجعل ربي يكون يثمثن يدسن أكد الأصنافكي إديوسان ذي القرآن. غير المغضوب عليهم يا لطيف ولا الضالين. المغضوب عليهم منوي الذين تعرفوا على الحق وبعدين جحدوا به وقاعد يزران الحق ولكن نكرنت. ولا الضالين الذين ضلوا عن صراط الله المستقيم، ضلوا عن معرفة الحق. وقيذ المعنى إذن العلماء إلى المعنى وايض غير المغضوب عليهم ذي اليهود ولا الضالين ذي النصارى. خاطر النصارى يثور يسمح فيه أصل الأصول ذي الدين خربيون سيدي شكعنا وكي مشكعنا لي بروفيت شكعت نديون ربي إن يسنك المال مرة ربيون وليس عشري ربيون. ثور السلام الآية سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك بعد من الصلاة والسلام ذين قالوا يا سي قراك ياكل لي بروفيت لي ميساجي ياكل دي الشقع قبل إن يسن ذا شو عقيدة التوحيد الإيمان بالله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أم يدس لا ترينيتي لو بير لو فيس لو سانت اسبري أم يدش مامي معليش لو كان مخالف في الأمور النظام وتظلنا راه تصومنا راه تخدمنا الربا برني قرينسي مي ثقي ثبزور ثقي سميس الجذرة أصل الأصل ديجا ثقي ولاش دي ثقي ولاش قلا ديجا المخالف دينا. لذلك الحمد لله ربي قال في القرآن قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وني من ربي يطفي القمرار وني يتزمارا ثقيد الآية تفسد بعد آية الكرسي. آية الكرسي يمشي دينا ربي سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. عند دوس آية الكرسي سورة البقرة رقم الآية شحال 255 صافي الآية للنظام 256 ربي ناد لا إكراه في الدين مادام كلشي باند لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي كلشي باند. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. المدينة ربي سبحانه شوف كما كان بعدين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أمر الإيمان يتمثل ليس أمرا هينا. ممكن بعد ما ذي فرطك شوية العبادات ذي فرط بعض الواجبات يعني مقبول. التوبة إن شاء الله تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن مسألة الإيمان ثقي مسألة مفصلية محورية مسألة ذي السس للدين. يلا نكمل سورة نروح مباشرة إلى الحديث رقم 185
الحديث يعدل 185 ترى 186. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. الإمام مالك أورد هذه الأحاديث ليبين رأيه وموقفه من هذه المسألة في مذهبه، وهذا هو المشهور في المذهب المالكي. المعنى يسمى إلا نزل ضفير الإمام في الصلاة السرية ظهورك العصر إيش كتنقر تنقر نزلوا كذا الشيخ نتسيقر وكنقر أدغر صوت الفاتحة وأدغر ما تيسر من القرآن عادي. ولكن إما إلا يسديون روتار يلحق مع الركوع نمد ركعته صحيحة. هذا ما كان. لذلك هذا الحديث رقم 186 أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، يعني في الصلاة السرية. الإمام يقرأ ونحن نقرأ والمأمومون يقرؤون. وجيوك الأحاديث يجيب بهن في الباب يا أخي اسلامي الباب أدعي العنوان ينس باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، يعني في الصلاة السرية. الحديث رقم 187. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد المدينة أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. الحديث نفسه، ولكن دقة الإمام مالك يبوي ذاك الأحاديث يقزرها يبوي ديالك غسل السون سي لو ميم معنى سي دي كونفيرماسيون معناه عبارة عن تأكيدات. هذا أنغال. الحديث رقم 188. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، أي في الصلاة السرية. قال مالك شو دينا وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. خمدان كومنتير تعليق باش ديني وقال يجيك الأحاديث قاعدان حديث التابعين. حديث التابعين الإمام مالك قال هذا الكلام لأن اجتهاده وافق رأي التابعين الثلاثة، لذلك قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذن كل هذه الأحاديث التي أوردناها وشرحناها تدخل في باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. الآن نروح إلى الباب، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. وهنا يتجلى سادتي يعني موقف المالكية من هذه المسألة من خلال عنوانين متلازمين. الحديث رقم 189. حدثني يحيى عن مالك إلى أن قال أن عبد الله بن عمر يعني مثل عمر بن الخطاب كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام مرس تقسين ما إلا المأموم يقرد مريلي في صلاة الجماعة مع الإمام. قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. إذن موقف السادة المالكية تجلى. إذا كان واحد يصلي يعني في الصلوات السرية الإمام يقرأ ونحن نقرأ والمأمومون يقرؤون للأحاديث التي ذكرناها قبل حين، مادام يظلث مثلا طورنا العصر الإمام ديقان وكان نغار لا مش هتخدمت
الولد يسنى كندني غادي روطار متأخر لحق الإمام في الركوع طبعا تعد ركعة، وقد شرحنا ذلك فيما سبق. ولكن ذاكي الجزء الثاني من الموقف هاكي إن كما الذي الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية الإمام يقرأ، نكون لا نقرأ، لو كان نقرأ لا ننصت للإمام، لا نخشع في القراءة ولا نخشع ولا نتدبر ما نقرأه، يعني نخسرك ذي لافير ياك ونسلي الشيخ الدقار مادام صلاة الجهرية ونسلي إيمان النغم قارن تخشع سويد نقار لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. وقد قلت لكم مسألة منهجية قبل حين، لابد من تجميع النصوص المتعلقة بالموضوع نفسه لتتجلى الصورة وتكتمل. هذا عبد الله بن عمر الناس وناس ظلن يعني يذفر الإمام فحسبه قراءة الإمام، يعني ينصت ولا قرأ يشغل نفسه بالقراءة. وإن كان في مسألة تاع الفاتحة سنعود إليها بعد حين في نهاية الدرس إن شاء الله، سنعود إليها سنذكر ما لم نذكره. أم بعد وإذا صلى وحده فليقرأ. الإنسان حينما يصلي فذا منفردا إما يلون يزول صلاة الجهرية واحد يزول الصبح الفجر يزول المغرب والعشاء، طبعا يقرأ، لابد أن يقرأ خاطر واحد سيك الزول. ثورة قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام تتم يعني. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا يعني في المذهب أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. خلاصة ذكية دقيقة ذكرها الإمام مالك. بقي حديث واحد. إذن شوف سبحان الله الإمام مالك أعود أشو دينا الأمر عندنا، هو الموقف المذهب المالكي واضح، أن يقرأ الرجل، وطبعا ذاك باب التغليبة ذرقزنا صمتوثة، وراء الإمام فيما لا يجهر فيه دي الصلوات السرية الإمام دي غير كود نغر لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك في القراءة، يترك يعني ينصت، إذن ما دام يترك إذن ينصت بمفهوم مخالفة ينصت، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة، وهذا أدعى للخشوع باش الإنسان يتخشع. الآن آخر حديث في الباب. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب المدينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قلت لكم الأحاديث المرسلة قلت لكم قبل حين، هناك أحاديث مرسلة وصلها العلماء، وذكرنا ما فعله ابن عبد البر القرطبي الأندلسي صاحب الاستذكار وصاحب التمهيد، وذكرنا أيضا طرق أخرى كما في الحديث الأولي شرحناه اليوم. قلنا ذاك الحديث وحديث مرسل ولكن يسعى طرق النظم، الإمام النسائي يروى الإمام أحمد يروى وغيرهما. لذلك لابد أن يكون عندنا هذا المنهج العلمي في النظر إلى هذه الأحاديث وفي التعامل معها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يزور الصحابة يظليث يجهر ذيكس، فقال بعد شو سنينا هل قرأ معي منكم أحد آنفا. شوف هذه الرفقة وهذه المرافقة، يزول صلاة الجهرية صافي نسيك يدغران القرآن بعد استقساثا الناس هل ترى إلا يون السيون لن السيون وقال ديغران يفي ملا قرآن كيني. فقال رجل نعم. شوف الصراحة الناس نعم الناس كيني شاف قرض كقرض. أنا يا رسول الله شوف الصراحة والوضوح لونيتي. في نفس الوقت هي أمور دقيقة كما قلت لكم منهج الإمام مالك، وقد علقنا على بعض الأحاديث السابقة كيف كان يدقق حتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما نادى أبي وهو يصلي. مسألة الدقيقة ذكرها الإمام مالك، وقل لكم استنبطنا منها حكما فقهيا جواز مناداة المصلي وهو يصلي. ممكن الإنسان واحد آخر يقول هذا أمر غريب، كيفاش واحد يصلي نعم يجوز،
ولكن بالشروط التي ذكرناها، بالشروط التي ذكرنا على رأسها أنه نفعل ذلك في الأمر الذي لا يحتمل الإرجاء، لا يحتمل التأجيل، لا حرج باش نقولوا كذا وكذا. والذي يصلي وهو في حال الصلاة لا يتكلم، فإذا كان تكلم صلاته باطلة، ولكن يجوز أن يشير بالإشارة، فالإشارة جائزة. كل هذه إذن ندقق هذه الأحاديث يوث النبي عليه الصلاة والسلام إناس ميلا وقغران سيون ميلا غلا قارغ قد يقول إناس نعم يا رسول الله، إناس أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. سقسني شو المعنى يس معناتها أمي النبي عليه الصلاة والسلام دقار ويظن دقار ذي الصلاة الجهرية قبل العقل في مسألة تاقي فانتهى سقسني النبي عليه الصلاة والسلام دي من هاثن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه سقسني وغالا ذي الصلاة الجهرية ودقار نارا فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم الدرس بمسألة مهمة وهي حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. أذكر سادتي ببعض المسائل. أولا سورة الفاتحة سميت بأم الكتاب شرحناها، سميت بأم القرآن شرحناها، عندها أسماء أخرى سميت بالسبع المثاني. السبع يعني 7 آيات اتفاقا إجماعا. المثاني السبب الأول لأنه فيها كثرة الثناء على الله في هذه السورة، الثناء على الله. السبب الثاني لأنها تثنى بسورة، يعني نقرأ الفاتحة وتثنى بسورة. السبب الثالث لأنها تعاد تكرر في كل ركعة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أسماؤها عودها برك باش نحفظوها: اسميس 7 المثاني، اسميس الفاتحة، اسميس أم الكتاب، اسميس الصلاة، اسميس الشافية، الكافية، الوافية، الكنز، الأساس وغيرها من الأسماء التي ذكرناها قبل حين. ثورة السؤال المطروح: ما حكم قراءة سورة الفاتحة؟ هناك 3 أقوال للفقهاء، 3. القول الأول للسادة المالكية وهو المشهور عند المالكية، ومعهم الشافعي في القديم، الشافعي في مذهبه القديم يقول سورة الفاتحة تقرأ في الصلاة السرية ولا تقرأ في الجهرية، وهذا الذي ينسجم مع البابين المشروحين قبل حين وهما بابان متلازمان. إذن سورة الفاتحة ما دي الصلاة الجهرية سيد قرانا خاطر الإمام يقرأ فلننصت، ما دي الصلاة السرية الإمام يقرأ ونحن نقرأ. وقيش فمس مذهب وثيلا مذهب السادة المالكية زيد، وكذلك قول الشافعي، ولكن في القديم في المذهب القديم، وقول الحنابلة أيضا، مع الحنابلة أيضا انتصروا لهذا الرأي. هناك رأي آخر يقول لا نقرأ سورة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية. شكون صاحب هذا القول؟ أبو حنيفة انفرد به. أبو حنيفة اش يقال سورة الفاتحة غاريتي وسيد قرار وسيد غير ضرر لا حرج، أما ذي الصلاة السرية أما ذي الصلاة الجهرية. إلى القول النظر للسادة الشافعية في الجديد وبعض المالكية إدينان لا
سورة الفاتحة واجبة، لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدينان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معناتها تقدير الحديث معناه لا صلاة صحيحة. هذا رأي الشافعية في الجديد، في المذهب الجديد، نفتح قوس، اللي صلى وراء إمام بالمذهب الشافعي، الإمام يقرأ سورة الفاتحة جهرا ثم يسكت قليلا، يعطي الفرصة للمأمومين باش يقرأوا سورة الفاتحة. اللي ما يعرفش هذه المسألة يقول علاش الشيخ هذا راه يسكت؟ نغلا يسكت. لو كان أي واحد منكم يروح لمصر مثلا، تروح الأزهر الشريف وتصلي ثم في الجهرة صلاة العشاء مثلا، يقرأ الإمام سورة الفاتحة ويسكت، ممكن يجيك الوسواس شو ثيونك شو غير يسسم نتسيسسم عملا بالمذهب الثالث هذا نتاع الشافعي في الجديد. طبعا له حججه بعدين، وهذا مكان، وبعدين المأموم يقرأون سورة الفاتحة بسرعة باش ينسجموا مع هذا الرأي الفقهي. واختلاف العلماء رحمة، يعني ما تقلقوش يا جماعة الخير. الحديث فهم الحديث مدينة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الذين قالوا أنه لا تصح الصلاة لا المأموم ولا الإمام ولا الفذ ولا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية إلا بسورة الفاتحة، فهموا هذا الحديث أنه لا صلاة صحيحة. هذا هو التقدير المضمر، لا صلاة صحيحة، يعني إلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والآخرون قالوا لا صلاة كاملة، نفي الكمال، هذا الأول نفي الصحة والثاني نفي الكمال. وهذه من فوائد هذا الفقه الذي ندرسه، نسأل الله التوفيق للجميع، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.